طيب، لو نفسك ترفع براءة السلاح بسرعة وتوصل لأعلى المستويات وتحقق 100 نقطة في الجيم بدون تعب، الفيديو ده ليك. هقول لك الطريقة والخطوات الصح اللي بيستخدمها المحترفين عشان يرفعوا براءة السلاح بأسرع وقت. أنا يوليوس، يلا خليكم على المقطع. حاسس إن مجد سلاحك واقف مكانه مش بيزيد أو حتى بيزيد بس فرق طفيف 10 أو 20 نقطة بعد كل مباراة، وشايف ناس تانية بتوصل لترتيب عالي بسرعة. الفيديو ده هوريك إزاي ترفع مجد سلاحك أسرع وتجيب من 90 إلى 100 نقطة في كل جيم. أول حاجة، يعني إيه مجد سلاح؟ ببساطة مجد السلاح هي عبارة عن نقاط تصنيف بتجمعها وانت بتلعب بسلاح معين زي نقاط تصنيف الباتل رويال أو الكلاش سكواد، بس الفرق إن ده مخصص لكل سلاح. كل ما النقاط بتزيد كل ما ترفع من التصنيف بتاعك وتقدر تدخل توب 100 على مستوى الولاية أو الدولة. طيب، إزاي بتحسب النقاط؟ بصراحة أنا ما لقيتش قانون معين أو نمط معين للمجد. ما أقدرش أقول لك إنه مثلا لو جبت كيلو واحد في الجسد هيحسب لك 30 نقطة، أو لو جبت هيد شوت هيحسب لك 40 أو 50 نقطة. وخلاصة تجربتي إن الموضوع بيختلف على عدة عوامل. أولا، التصنيف بتاعك بيفرق في مد السلاح، يعني لو كنت هيرو غير لما تكون ماستر غير لما تكون جراند ماستر. ثاني حاجة، المدة اللي بتقضيها داخل المباراة بتفرق في المقت، أما تقضي 5 دقائق غير لما تقضي 7 دقائق غير لما تفوز المباراة. ثالث حاجة، كمية الضرر، وهل الضرر ده في الجسد أم في الرأس. رابع حاجة، وهي عدد الكلات اللي بتقتلها بالسلاح ده. طيب، إزاي تقدر تجيب 100 نقطة في المباراة بكل سهولة؟ محتاج عشان توصل 100 نقطة براحة يكون عندك بسلاحك المفضل من 3 إلى 5 كيلات. لو واحدة منهم في الرأس أو باللون الأحمر ف3 كيلات هيكفوا، أما لو كانوا كلهم باللون الأصفر فهتحتاج 4 أو 5 كيلات. تاني حاجة، يكون ضرك على العدو كامل بنفس السلاح. يعني على سبيل المثال ما تروحش تضرب العدو بالاي كي شوية ولما دمه ينزل عن 100 أو 50 تقتله مثلا بسلاح اليو ام بي. حاول إن يكون الضرر 200 نقطة أو 225 نقطة بسلاح معين، لأن كده مش بيحسب الضرر كامل بالسلاح. ثالث حاجة، حاول إن تكون بالمباراة لمدة 7 دقائق أو أكثر. كمان حاول ترفع ترتيبك إلى الهيرو أو الماستر، أو حتى لو بتلعب جراند ماستر حاول ترفع ترتيبك أكثر. في ملحوظة أخيرة وهي تخص أسلحة العلاج الثلاثة الموجودة في اللعبة للناس اللي حابة تتصنف بيها. هنا المجد مش بيكون إنك تقتل الشخص بالسلاح، بل إنه تعالج صاحبك بالسلاح ده. يعني بكل بساطة لما صاحبك دمه ينزل أو ينقص فتقدر تسيل له دم بالمسدس أو حتى بالسنايبر المخصص للعلاج. كمان مش شرط إنه يكون صاحبك في فايت مباشر، حتى لو هو خارج من الزون أو في منطقة غير آمنة أو حتى قفز من منطقة عالية ودمه نزل فتقدر تعبي له دمه كذلك، ده بيحسب لك مجد السلاح. آخر حاجة معانا وهي أسلحة ما فيش عليها ضغط أو نقاط عالية وتقدر تحتل فيها التوب بكل بساطة. هقولهم بسرعة. أول حاجة عندنا الام 10 17 وده مسدس. تاني حاجة أداة النينجا الخاصة بحدث ناروتو حاليا، موجودة في المصنف وموجودة في كلاش سكواد. ثالث حاجة معانا هو الميني شوتجن الموجود في المصنف. رابع حاجة سلاح المايش 7 وهو شوتجن برضه موجود في المصنف. خامس حاجة وشوتجن البلازما اللي بيكون موجود في المستودع، وده أسهل سلاح تقدر تجيب بيه توب 1 في أي دولة، لأن تقريبا توب 1 على مستوى الدولة ويكون جايب 1000 أو 2000 نقطة. كمان اللانشر أصبح غير منتشر في اللعبة فتقدر تجيب من عليه توب أو ترفع نقاطك فيه. لو مشيت على الخطوات دي هتقدر ترفع براعة سلاحك بسرعة وتجيب 100 نقطة كل جيم. جرب بنفسك وقول لي في التعليقات وصلت لتوب كام في البراعة، ولا تنساني من اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.